مساء الخير على صديقنا العزيز. كل سنة وانتم طيبين. دي آخر حلقة في 2024. ساعات قليلة ونبدأ سنة جديدة. سنة المصريين بيتمنوا إنها تكون أفضل وما تنتهيش إلا لما حياتهم وبلدهم يكونوا أحسن. مش عايز أبقى زي صلاح اللي كل سنة يثير الجدل باحتفاله مع أسرته بعيد الميلاد أو الكريسماس. بس الأجواء دي بتفكرنا بالشخصية الكرتونية سانتا كلوز اللي مرتبطة بالهدايا وتحقيق الأمنيات. لكن اللي كتير مننا ما يعرفوش هو إن في شخصية تانية أقل شهرة اسمه جرينش. ده بقى شخص رخم طول الوقت بيفكر في إفساد الاحتفالات وسرقة الهدايا من الناس. الغريب إن عندنا في مصر نسخة واقعية من جرينش ده لازم في بداية كل سنة ينكد على الشعب بأي طريقة. تخيل يا صديقي العزيز إنك في 2025 لو اشتريت تليفون من بره مصر ثمنه مثلا $1000 للاستخدام الشخصي أو عشان تبعته لحد من قرايبك هدية، تلاقي جرينش ده واقف لك في المطار بيقول لك شخلل علشان تعدي. تقول له عايز إيه؟ يقول لك ادينا 14% ضريبة قيمة مضافة، فتدفع له $140. لكنه ما يكتفيش بكده ويقول لك هات كمان 10% رسوم جمركية و5% رسوم تنمية موارد وزيهم رسوم لجهاز تنظيم الاتصالات و4% رسوم لجهات أخرى، فتقوم مديله $240، يعني إجمالي $380 اللي هي 38% من قيمة التليفون. مكسب ما بتحققوش الشركة اللي بتصنع التليفون نفسها، سواء بقى في أمريكا ولا في الصين ولا في أي دولة تانية. ودي الفكرة اللي السيسي وصل لها، إن جيب المواطن هو أقصر طريق للحصول على الفلوس. فبدل ما أتعب نفسي كحكومة وأبني مصنع وأدخل التكنولوجيا دي مصر وأبيع للسوق المحلي بأسعار تنافسية وأفكر في تصدير منتجي للخارج فأقوم أحقق أرباح، لأ، أنا هسيب المواطن يروح يشتري بمعرفته وبفلوسه اللي تعب وشقي فيها، وبعدين أثبته وأقول له اديني نسبة من تكلفة المنتج ده، مع إني لا صنعته ولا بعته ولا ليا أي علاقة بالموضوع. قصة الموبايلات بدأت في يناير 2024 لما طلع السيسي ينتقد فاتورة استيراد الهواتف المحمولة وقال إنها كلفت المصريين $2 مليار. طبعا محدش قدر يقول له فلوسهم يا سيدي وهم احرار فيها. يعني هو حد قال لك انت باني قصر بمليارات الجنيهات ليه؟ صحيح، افتكرت ده مش باسمك، ده باسم مصر، واخدينه ايجار جديد من شركة العاصمة المملوكة للجيش. السيسي نسي الموضوع شوية وبعدين رجع في شهر اكتوبر يتكلم عنه تاني ويقول ان في اخر 10 سنين وصلت فاتورة استيراد الهواتف المحمولة ل$9 مليار، وان التليفونات والشوكولاتات ومزيلات العرق والبرفانات اللي المصريين بيستوردوهم من بره هم سبب أزمة الدولار، وإن الدولة هتتعامل بصرامة في ملف استيراد السلع غير الضرورية. لما بتتكلم على انك بتجيب ب$9 مليار تليفون محمول عطور ومزيلات عرق وماء تواليت ب$440 مليون، وبتلوموني تقولي لي الدولار غيري ليه؟ الدولار غيري ليه؟ بعد كلام السيسي بدأت تظهر تسريبات عن نية الحكومة فرض رسوم كبيرة على التليفونات المحمولة اللي بيشتريها المصريين من الخارج بأسعار أرخص من السوق المحلي، في محاولة واضحة لدعم التجار، وعلى رأسهم نسيب السيسي صافي وهبة حوت الموبايلات في مصر. إزاي السيسي بيخدم مجموعة قليلة من رجال الأعمال الموالين ليه، وإيه اللي مستني المصريين في 2025؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج إيه الحكاية. أهلا بيكم. لن تكون هناك مصر ثانية في العالم العربي. مصر محمد مرسي انتهت. هذا قرار عربي كبير ومستعدين لدفع أغلى الأثمان من أجل تحقيقه. ده كلام نديم قطيش مدير قناة سكاي نيوز الإماراتية خلال تعليقه على انتصار الثورة السورية وتوقعه إن الدول العربية والكلام تحديداً على الإمارات والسعودية هيحاولوا يسقطوا أحمد الشرع زي ما عملوا مع مرسي في مصر. والحقيقة إحنا قلنا نفس الكلام ده في الحلقات اللي فاتت، لأن سلوك الدولتين الخليجيتين على مدار أكتر من 10 سنين في مواجهة الربيع العربي وتيار الإسلام السياسي مش محتاج بيان. الإمارات والسعودية خايفين من نجاح أي تجربة حكم إسلامية مستندة على إرادة شعبية، خاصة لو في بلد عربي كبير زي سوريا ومصر، وفعلا مستعدين يدفعوا أغلى الأثمان علشان يدعموا الاستبداد
والديكتاتورية. لكن اللي ما توقعتوش بصراحة إن مصر في الخطاب الإعلامي الإماراتي تكون صغيرة قوي كده. الراجل بيتكلم بوقاحة إن مصر دي مجرد تابع، مش هي اللي بتقرر مصيرها ولا مين يحكمها. وحتى لو ملايين المصريين اختاروا رئيس، في قرار عربي كبير هيجي يسقطه ويجيب غيره. لن تكون هناك مصر ثانية في العالم العربي، مصر محمد مرسي انتهي. ما في هذا قرار عربي كبير، يعني في استعداد لدفع أعلى الأثمان كرماله. عايز تعرف علاقة الكلام ده بطريقة حكم السيسي؟ تابع الحلقة لنهايتها ووعدك هتلاقي الإجابة واضحة. بس خلينا دلوقتي نرجع لموضوع ضريبة الموبايلات. سنة 2022 الحكومة شددت قيود صرف العملة الأجنبية على كتير من السلع المستوردة ومنها الهواتف المحمولة اللي بتدخل البلد عن طريق 3 مسارات أساسية: إما وكلاء الشركات العالمية وموزعيها المعتمدين، أو المستوردين، أو المسافرين اللي هم غالباً المصريين في الخارج. الوكلاء والمستوردين بيدفعوا ضرائب وجمارك، لكن المواطن العادي اللي جايب تليفون للاستخدام الشخصي ما كانش بيدفع. من سنتين بقى لما المستوردين ما بقاش مسموح ليهم يتعاملوا بالدولار بشكل رسمي، ظهرت سوق سودا للموبايلات اللي بتوصفها الحكومة بإنها مهربة لأنها ما بتدفعش الرسوم، ودي بلغت نسبتها 95% من التليفونات اللي جاية من بره بقيمة 6 مليار جنيه شهريا. اللي حصل ده سبب خسائر كبيرة للحكومة بعد ما انخفضت إيرادات رسوم استيراد الهواتف المحمولة من مليار و700 مليون دولار سنة 2021 ل5 مليون دولار بس سنة 2023. الطرف الثاني اللي تضرر كان وكلاء الشركات العالمية، وده لأنهم بيبيعوا بأسعار غالية جدا. مثلا التليفون اللي ممكن تجيبه من بره بما يعادل 60,000 جنيه تلاقي سعره في مصر واصل ل100,000 جنيه ويمكن أكتر. الوكلاء دول بيلعبوا دور التاجر الجشع، لأن أرباحهم بتتجاوز في بعض الأحيان 50% من سعر التليفون، ولا كأنهم شركاء مؤسسين للشركة. هنا كان لازم السيسي يتدخل، بس بدل ما يلزم الوكيل أو التاجر بنسبة ربح لا يتجاوزها، فيقوم يقلل الأسعار ويشجع المستوردين إنهم يرجعوا للسوق الرسمي ويسيب المواطن اللي يجيب تليفون للاستخدام الشخصي في حاله. لا، ده وقف في صف الوكيل، وهنعرف كمان شوية ليه. وقام فارض ضريبة كبيرة جدا على كل اللي يشتري موبايلات من بره مصر عشان تبقى النتيجة المتوقعة زيادة في أسعار التليفونات هتستفيد منها الحكومة اللي هتزود إيراداتها من جيب المواطن، ووكلاء الشركات العالمية اللي هيحتكروا السوق ويزودوا مبيعاتهم عشان يحققوا أرباح بالمليارات برضو من جيوب الناس. المستفيد الأول من الرسوم الجديدة دي هو رجل الأعمال وصهر السيسي صافي وهبة، اللي سبق وشرحنا قصة صعوده بعد زواج ابنه محمد من مريم بنت المستشار أحمد السيسي سنة 2018. صافي اللي كان عنده شركة صغيرة مقرها في شارع عبد الله دراز بمصر الجديدة، سرعان ما تحول لواحد من حيتان البيزنس في مصر كلها، بمجموعة كبيرة من الشركات شغالة في مجالات الأغذية والعقارات والسيارات والتكنولوجيا وغيره كتير. واحدة من شركاته هي الصافي تك اللي دخلت سوق توزيع الهواتف المحمولة سنة 2014 لما حصلت على حق التوزيع الحصري لمنتجات العلامة الصينية شاومي، وفتحت 70 متجر لبيعها في مصر. بعدها بسنتين أسس الصافي شركة جديدة اسمها سويتش بلس اللي بقت موزع معتمد لشركة أبل الأمريكية وسامسونج الكورية، وفتحت لبيعهم 16 متجر. سنة 2018 أرست وزارة التربية والتعليم على شركة الصافي صفقة توريد 700 ألف جهاز تابلت للمدارس بصفقة تتجاوز 3 مليار جنيه. بعدها غيرت الشركة علامتها التجارية وبقى اسمها الصافي للاتصالات، وأطلقت سلسلة متاجر موبايلاتي اللي بتضم 20 متجر لبيع الهواتف المحمولة، ده غير إنها افتتحت 4 محلات إضافية لبيع منتجات سامسونج. وسنة 2023 خدت مجموعة الصافي خطوة كبيرة بدخولها في شراكة مع شاومي، وأسسوا مصنع لإنتاج الهواتف بحجم إنتاج سنوي 4 مليون تليفون، بما يعادل 36% من سوق الإنتاج المحلي اللي بيبلغ 11 مليون تليفون سنويا، علما بأن استهلاك السوق المصري بيوصل ل20 مليون تليفون. مجموعة الصافي أعلنت خطة لاستثمار 1.5 مليار جنيه سنة 2025، وقالت إنها بتطمح لتصدير هواتفها لدول زي تونس والمغرب. الرسوم الجديدة على الموبايلات هتصب في صالح مجموعة الصافي اللي هتزود مبيعاتها وهتراكم أرباح إضافية بمليارات الجنيهات. ولو بتفكر إن القرار ده
ليه أهداف تانية زي ما الحكومة بتقول، وإن أكيد يعني السيسي مش هياخد خطوة زي دي لمجرد إنه يكسب صهره شوية فلوس زيادة. خلينا أسمعك كلام رجل الأعمال أحمد عز، إمبراطور الحديد والقيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، وواحد من اللي كانوا بيديروا البلد في عهد مبارك. الدولة لا يمكن أن تحل محل 100 مليون مصري بيبنوا. مصر كان في أي وقت فيها 150 ألف واحد بيبنوا. الموضوع محتاج 20 30 ألف فدان في السنة، 40 ألف فدان في السنة. سيادتك خد ميتهم اسرع بيهم في الصحراء. 70% من سكان مصر ممنوع عنهم انهم يبنوا. عندي 5000 قرية ممنوع عليها انها تبني. عندي 120 مركز عواصم، جميع هذه المراكز ممنوع عليها انها تبني. سيادتك لما كنت وزير اسكان كنت بتطلع 50 60 ألف رخصة كل سنة، ما بالك بالعشوائي. عز خلال اجتماعه مع مدبولي ضمن مجموعة من نخبة رجال أعمال مبارك اللي السيسي استعان بيهم لحل الأزمة الاقتصادية، اتكلم عن تضرر قطاع الحديد والصلب من وقف تراخيص البناء، وسخر من منع البناء على الأراضي الزراعية، واقترح على الحكومة تاخد المية وتروح تزرع في الصحراء عشان الناس ترجع تبني على أراضيها وأرباحه من الحديد تزيد. تفاصيل كلام عز ممكن نتفق ونختلف معاها، يعني طبعا التشدد في منع البناء واحتكار السوق بواسطة شركات المقاولات التابعة للجيش مسبب أزمات اقتصادية واجتماعية، لكن الراجل عينه على مصلحته الشخصية برضه، وبيقول بشكل صريح وأحيانا غير مباشر ما تسيب الناس تبني سواء عشوائيات أو على الأراضي الزراعية. المهم بالنسبة ليا إن مبيعات الحديد ترجع زي 2010 وتبقى في حدود 10 مليون طن بدل ما هي 6 مليون بس. نفس المنطق ده هو اللي بيفكر فيه السيسي وصافي وهبة فيما يخص رسوم الموبايلات. مش مهم الناس تتقدر وتدفع دم قلبها ضرايب وجمارك، مش مهم أضر صغار التجار وأوقف حالهم، المهم إني أزود سعر المنتج بتاعي واحتكر السوق فاكسب مليارات الجنيهات سنويا. بمناسبة الكلام عن رجال أعمال مبارك، فالحقيقة هم بدل ما يساعدوا السيسي فضحوه. واحد زي هشام طلعت مصطفى اللي أفضال السيسي مغرقاه، من أول إنه مخرجه من السجن بعفو رئاسي لغاية إنه خلاه شريك اقتصادي في العاصمة الإدارية ومشاريع تانية كتير، اتهم الحكومة بوضوح إن هي السبب في أزمات التعويم والتضخم. تخيل واحد بيكسب مليارات الجنيهات بيشتكي من تبخر أرباحه وإن قيمتها بتقل بسبب انهيار الجنيه. هو التضخم مين اللي عمله؟ القطاع الخاص عمل تضخم؟ ما عملش تضخم. احنا بندفع فاتوره احنا مالناش ذنب فيها. امال الفقير يقول ايه؟ حتى رئيس البنك الاهلي كشف هروب 2360 شركه من السوق المصري راحوا للامارات في النص الاول من سنه 2024، وقال ان دول زي المغرب وتركيا بتقدم تسهيلات اكتر للمستثمرين. اما رجل الاعمال حسن هيكل ابن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل فواجه مدبولي بارقام الديون الحقيقيه بعد اضافه الدين العسكري والهيئات الاقتصاديه المختلفه، وقال انه بيقترب من 250 مليار دولار عشان يقترح بيع كل شركات الحكومة مرة واحدة بهدف تسديد الديون. طبعا فكرة مجنونة، لكن لا تقل غرابة عن وعود مدبولي ان حكومته مكملة ببيع الأصول وخصخصة كل المطارات في اعتراف صريح بالفشل في إدارتها. عشان يبقى لسان حال المواطن المصري بيقول لحكومة السيسي لما انتم مش عارفين تشغلوا المطارات ولا تديروا الشركات والمصانع ولا تستفيدوا من الأرض ولا تشغلوا المستشفيات وبتطرحوا كل الأصول دي للمستثمر الأجنبي ورجال الأعمال، انتوا بقى بتعملوا ايه؟ يعني ايه وجه الاستفادة اللي بتعود علينا كمصريين من وجودكم؟ خلينا ارجع تاني سريعا لصافي وهبة اللي استحوذ زي ما حكينا على سوق التليفونات، بس كمان خد شركات واستثمارات مهولة في السنين الأخيرة بفضل علاقته مع السيسي. مثلا في نوفمبر اللي فات أعلنت الحكومة عودة شركة النصر للسيارات اللي أسسها جمال عبد الناصر سنة 1960 للعمل من جديد بعد شراكة بينها وبين الصافي جروب اللي هتستحوذ على عمليات بيع كل إنتاج الشركة، وبالتالي تكون هي الوكيل الحصري لمنتجاتها في الداخل والخارج بخلاف خدمات ما بعد البيع من صيانة وخلافه. فوق كل ده بقى هي كمان هتسيطر على مصانع شركة النصر وهتتولى إعادة تأهيل معارضها لتقديم المنتجات الجديدة من سيارات وقطع غيار. الشراكة غير المتكافئة دي في حقيقتها هي عملية بيع للشركة التاريخية برخص التراب، لأن نسبة الحكومة 24% بس، في حين امتلك الصافي
نسبة 76%. الأخطر من كده هو كلام متخصصين إن الصافي هتستخدم الشركة ومصانعها ومعارضها عشان تبيع منتجاتها من السيارات الألمانية BMW اللي حصلت سنة 2022 على توكيل تجميعها في مصر بالشراكة مع إبراهيم العرجاني رجل الميليشيا المقرب من السيسي واللي بيؤسس حزب سياسي يتوقع انه يبقى حزب الاغلبيه في انتخابات البرلمان القادمه. وبدون تكرار لكلام قلناه في حلقات سابقه، فصافي وهبه اسس مع العرجاني شركه تطوير عقاري اسمها ذا ارك جروب، ودي واحده من ابرز الشركات العامله في العاصمه الاداريه. ده غير ان الحكومه ادت له حصه قيمتها 53% من الشركه العربيه للفنادق مقابل 4 مليار جنيه. ونفس اللي حصل في شركة النصر للسيارات حصل قبلها في شركة النيل لحلج الأقطان اللي تأسست سنة 1965 واستحوذ عليها صافي وهبة سنة 2020 مقابل 2.5 مليار جنيه بشراكة مع أيمن رفعت الجميل أبرز المتهمين في قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال وأشرف سلمان وزير الاستثمار في الفترة بين 2014 و2016 والرئيس السابق للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للمخابرات. في النهاية التفاصيل دي كلها بتكشف لك بوضوح طريقة السيسي في إدارة البلد من خلال شبكة قليلة من رجال الأعمال المنتفعين اللي كل القرارات بتخدم مصالحهم وبتضاعف ثرواتهم على حساب اقتصاد البلد وأصولها وشعبها. كل اللي بيحصل ده يا صديقي العزيز عشان مصر الثورة انتهت، مش مصر محمد مرسي. مصر اللي يقدر فيها المواطن يطالب بحقوقه ويسأل حكامه عملوا ده ليه وما عملوش ده ليه ما بقتش موجودة. بينما مصر اللي بتدعمها وبتتحكم فيها الإمارات هي اللي بيبني فيها السيسي لنفسه قصر ما بناهوش حاكم قبله، وهي اللي بيتفرض فيها ضريبة قيمتها حوالي 40% عشان نسيب الباشا يزود ثروته من جيوب الناس. أتمنى تكون الصورة وضحت، زي ما بنتمنى إن السنة الجديدة تكون أفضل على بلادنا العربية والإسلامية. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.